أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم وأهلا بكم في عدد جديد. في العناوين، أهم عنوان هو انتقال سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد. الموضوع الثاني، نتحدث عن اختيار لامين يامال للمنتخب الإسباني بعد استدعائه من ديلافوينتي لتصفيات يورو 2024. ونبدأ التفاصيل بانتقال سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد. المان يونايتد النادي الإنجليزي العملاق فقد تأكد رسميا انتقال سفيان أمرابط إلى مانشستر بعد أن اجتاز الفحص الطبي بنجاح. وكنا سباقين في العدد الماضي إلى هذا الموضوع عندما قلنا أن الصحفي الإيطالي نيكولو وفي حسابه الخاص أشار إلى المحادثات المتقدمة لسفيان مع النادي الإنجليزي، وفعليا تأكد أن سفيان قد انتقل إلى مانشستر يونايتد. وفي تفاصيل العقد، فمدة العقد 5 سنوات إلى غاية 2028 براتب 4 ملايين سنوية. وعن سؤال عن مدى إمكانية تأقلم سفيان أمرابط مع الدوري الإنجليزي وهل سيحجز مكانه أم لا في المستقبل، فنقول أن سفيان أمرابط أسد من أسود الأطلس وله كل الإمكانيات للتفوق وضمان مكانه مع النادي الإنجليزي. كل ما عليه أن يتحمل في البداية، لأن الدوري الإنجليزي دوري صعب، لكن ليس صعبا على أسد من أسود الأطلس. فحظ سعيد لسفيان. علمنا أن لامين يامال يختار اللعب لإسبانيا وتمثيلها مستقبلا بعد استدعائه رسميا من الناخب الوطني الإسباني ديلافوينتي للتصفيات المؤهلة ليورو 2024 ضد كل من قبرص وجورجيا خلال شهر شتنبر هذا. وعند علمه بالخبر قال لامين لوسائل الإعلام: اللعب لمنتخب إسبانيا حلم بالنسبة لي، وسأشعر بالفخر إذا شاركت في كأس أوروبا المقبلة. وأضاف: حين علمت باستدعائي للمنتخب الإسباني أصبت بالدهشة، وأتمنى أن أستمتع بفترة وجودي مع منتخب إسبانيا الأول. وأضاف أيضا: منذ صغري وأنا أتابع نجوم المنتخب الإسباني، أشكر عائلتي وأصدقائي على دعمي حتى وصلت إلى هذه المرحلة. وللعلم فإن ديلافوينتي استدعى يامال بشكل عاجل بعد المنافسة بين الاتحاد الإسباني والجامعة المغربي لكرة القدم. وفي الختام، فإن وجود لامين يامال كان سيكون مكسبا للمنتخب المغربي، ولكن وبما أنه اختار فهذه مسألة شخصية ولا أحد يمكن أن يكون مكانه، ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا. فقد خضع هذا الفتى لضغوطات من الاتحاد الإسباني ومن والدته خصوصا، وبما أنه لا يبلغ سوى 16 عاما فكان يصعب عليه مقاومة تلك الضغوطات. وبالنسبة للمغرب فالمنتخب يعج بالنجوم، ولا يجب أن ننسى أنه تأهل لنصف نهائي كأس العالم بدون لامين يامال. كل ما نتمناه أن يوفق لامين يامال مع المنتخب الإسباني وأن لا يحصل له ما حصل لمنير الحدادي.